هنا تجتمع خولان الطيال وتجتمع ريمة شميخة شموخ الجبال بالعرف وبالأسلاك اليمنية. ها هو الشيخ علي الضبيبي يسبح عن هذه القضية. هات المايك الثاني هات يلا يلا ها كبار القوم ها يا اخي شويه اهلا وسهلا حي الله من جاء واهلا وسهلا بالجميع وعلمكم يا رجال خولان وعلمك يا شيخ محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتكلم يا غادر. والله علمكم يا خولان. افتح الحبال افتح والكلمات السابقة اللي تحمل الخبر يا أصحاب ريمة يا قبائل فاكهة الله وياكم ظل بابها. العرض واحد والعوايد واحدة. العرض واحد والعوايد واحدة.
ونفاتر إلى كمان الرابع. احنا جيناكم بعدد السيارة له بقر وكان تقريبا 11 دور. هاجر فيما حصل من صاحبنا وعندنا رسالتكم والباقي الحديث عندكم. نعم حي الله بنعلم وخدمة لأصحابنا جميعا وللحاضرين. حد منكم بيتكلم يا شباب؟ ها حياكم الله على العين والرأس. والرجال العقلاء ومشايخ البلاد هي تعتبر أوتاد البلاد، وأي واحد يخرج عن الصف فما هو من أحد وكل الناس بريء منه. ونحن في وضع استثنائي، وضع عدوان، وضع لا يحمد عقباه، لا هو حق إشعال الفتنة ولا حق أن نقوم في صراع فيما بيننا. ننتبه لما هو أكبر وأعظم، وهو أمريكا وإسرائيل الذي أصبحت تهددنا ونحن في عقار دارنا لا حول ولا قوة. فعموما الوضع اللي احنا فيه يحكمنا جميعا، وكل واحد يحترم صاحبه، والأعراض واحدة ولا شيء واحد، ونحن شيء واحد وبيت واحد وأسرة واحدة. فما جيتوا به أنتم وافيين وكاملين، وإن كان الخطأ يعني موجع للجميع، وما جيت هذه القوم وهذول الناس كلها إلا على أساس أنهم موجوعين. فما جيتوا به يا شيخ محمد أنت ومشايخ خولان والأخ وزير الأشغال والنقل على العين والرأس، فحكمكم مشرف ومنفذ ومقبول. ما جيتوا به ومرجوع وظيفتكم، وأنتم ضيوفنا وسلامتكم يا رجال.